سلام. الوصفة تاع اليوم غادي تكون طبق مغربي اللي هو الدجاج بالضغميرة. هذا الطبق معروفين به بزاف، هما يديروه بزاف في مناسباتهم وأعراسهم، يجي بزاف بنين وتاني سهل في طريقة تاع التحضير تاعه. نروحو نديروه مع بعضنا. اول حاجه اللي غادي نبدا بها، عندي كميه تكون مليحه تاع الثوم، نزيد عليه تاني هنايا المعدنوس ونطحنهم مع بعضهم. هنا شوفوا كميه المعدنوس تكون اكثر، يعني تكون زياده شويه. انا درت على حساب اللي كان عندي. بعد طحنتهم نفرغهم في بول كيما هكا اللي غادي ندير فيه التتبيله تاعي. ومن بعد نزيد عليها، زيد عليها هنايا. شوفوا هنا كان عندي هذا السمن حر تاع البقره، درت نص مغرف. تقدروا نتوما ديروا هذاك السمن العادي. وهنايا خليت لكم كاع التوابل كتبتهم لكم من فوق، فرغتهم كاع. من بعد زدت عليهم ثاني هنا مغرف، نص مغرف عفوا تاع دهن. نخلطوا هاد المكونات. هنا اهم مكون اللي هما يديروه هو الليمون المصبر. انا ما كانش متوفر عندي، نتوما كان متوفر عندكم ديروه. حنا زدت عليهم في هذاك البول، في هذاك الاشوار اللي طحنت فيها، فرغت فيها كاس تاع الماء، خلطت. من بعد زدت نص كاس تاع الماء. هنا درت الماء بزياده على حساب الكميه تاع الدجاج اللي عندي. هنا فرغت هذاك الماء على التتبيله، نخلط كما راكم تشوفوا. من بعد نروح نجيب هذاك الدجاج. انا ما درتش دجاج كبير، كان عندي دجاج يعني متوسط في الحجم. درت 3 دجاجات، كما نتوما تقدروا ديروا دجاجه واحده تكون كبيره. هنايا ندخلوا مليح هذيك التتبيله في هذاك الدجاج. هنا ماذا بكم من الاحسن يعني تخلوها تبات ولا ديروها ليله من قبل، ولا تخلوها حتى 3 سوايع ولا 4 سوايع. قد ما تقعد قد ما يعني تنكهوا هذوك الدجاج تاعكم يتنكها مليح. نقعدوا هنا ندخلوا مليح هذيك التتبيله تاعنا في الدجاج، يعني نديروا ما بين الجلد وكاع. وهنا تاني اهم خطوه نثقبوها باش تشرب لنا التتبيله. من جهه هنايا في طاجين حطيت شويه تاع الزيت، زدت عليه تاني حبه بصله تكون مقطعه، قليتهم مليح. من بعد نحط عليهم هذاك الدجاج اللي كنا وجدناه مع بعض. بعد ما يكون تشرب مليح هذوك التتبيله تاعه، حنا نحطه في الطاجين. بصح من الاحسن نحطوه يعني على الزدر، يعني باش باسكو الزدر يدي شويه في الطياب. ونفرغ عليه هذيك الماء، يعني التتبيله تاعه كي نفرغوها كاع. هنايا كان خاصني زدت عليها اكياس. هنا شوفوا المجموع كلشي جاني 3 كيسان ونص. شوفوا هنا مسحقوش كميه كبيره تاع الماء، مسحقوش ان الدجاجه تكون تاعنا تعوم في الماء. خاطر غادي كي نديروه على النار ونقصوا غادي هو يطلق هذاك الماء تاعه. هنايا شوف نحطوه على النار، على النار متوسطه، ونقولوا خطره خطره نقلبوا فيها حتى طيب لنا من كاع الجهات. وهنا نقعدوا نتقبوا فيها باش هكا يعني الجلد تاعها ما يطرطقش. نخلو هنا الدجاج يطيب ونروحوا هنا للكبده. هنا بعد اللي كنا غسلناها ونقيناها مليح بالخل ولا الليم، نقطعوها هنايا. وتبقى هنا الكميه على حساب ما تبغوا نتوما، ولا على حساب افراد العائله. بعد اللي نقطعوها نديرو نروحوا هنا نغلوها باش تروح لها هذيك السفوريه تاعها. غادي نزيد عليها هنايا الرند والثوم كما شفتوا، نحطها تغلي حوالي 10 دقائق تكون طابت. بعد اللي طيب نشلوها ونخلوها على جهه. حنا من جهه نروحوا نقطعوا هنا حوالي 5 حبات تاع بصله. الحجم تاعها ما يكونش يعني صغير، يكون مليح. نقطعهم بهذه الطريقه، نخليهم على جهه. ونروحوا هنايا نحضروا هذه اللي غادي ندهنوا بها الدجاج من يطيب. هنا درت مغرف تاع دهن كما شفتوا، غادي نزيد عليه ثاني نص مغرف صغيره تاع طوماطيس تاع القوطي. نخلط هاد المكونات مع بعضهم، خلطهم غايه. من بعد هنا غادي نزيد عليهم هنا هذه اضافه اللي هي توابل تاع الدجاج، تقدروا ما ديروهاش. بعد اللي نخلطهم نخليهم على جهه، ونروح هنايا للدجاج بعد اللي يكون طاب. وتشوفوا ثاني حتى هذيك لاصوص تاعها تكون تقالت شويه. نقلعوا الدجاج تاعنا هنا بعد اللي يكون طاب لكم، نقلعوه نديروه في البلا اللي يدخل الكوشه. انا نقلعهم كاع، ويبقى هنا الطياب تاع الدجاج على حساب الحجم تاع الدجاج تاعكم. هنايا بعد قلعتهم غادي ندهنوهم بهذيك الخلطه اللي درناها. ندهنهم كاع كيما داروا، ومن بعد ندخلهم الكوشه يتحمروا. هنا الدجاج تاعنا ما يسحقش يعني وقت بزاف في الكوشه، غير قد ما يتحمر هذا ما كان. نروحوا هنا من جهه نفرغوا هذيك البصله كاع اللي قطعناها على هذيك لاصوص اللي تحصلنا عليها، ونحطوها على النار بلا ما نغطوها. كي تشوفوا البصله تاعكم دخلها طياب نضيفوا لها الكبده ونديروا مرسو يعني مليح تاع الدهن. نحطوها على النار، نقعدوا نحركوا فيها حتى اللي تشوفوها يعني نشفت شويه وخرجت هذاك الزيت تاعها من فوق. هنا للامانه كنت ضفت شويه زيت كي كنت نحرك فيها. من بعد درت قلعت شويه من هذيك الدغميره وزدت لها يعني زيتون فيولي هذاك تاع الدار، يعني مخلوط في الدار كما تقدروا يعني تشيروا نتوما تاع برا ولا ديروا تاع الطاجين هذاك الاخضر. وهنايا بعد اللي وجدت هذيك الدغميره، انا صراحه ما نبغيهاش ناشفه بزاف وما نبغيش تكون فيها بزاف العظام، يعني الواحد ما يغمش غير العظام. خليت لها شويه صوص تاعها، ويبقى لكم نتوما حسب ما يعني على حسب ما تبغوها نتوما، تبغوها ناشفه نشفوها ولا تبغوها كما تاعي خلوا فيها شويه صوص تاعها. بعد ما وجدنا كل شيء نروحوا هنايا للتقديم. كما شفتوا هذاك الطبسي جاني شويه صغير، بدلته بهذا كبير باش يبان الطبق تاعي فيه. وستفت الدجاج تاعي كيما بهذه الطريقه، وجبت هذيك الدغميره كما قلت لكم. يعني انا خليت لها شويه صوص تاعها، ما نشفتهاش بزاف وما كثرتلهاش الهدام، يعني الواحد ما ياكلش غير الزيوتات. هنايا حطيت هذيك الدغميره كيما هكا على الحواشي، وكنت معها تاني البطاطا المقليه كنت درتها في الوسط.
وهنايا التزيين هما صراحة أنا درت المعدنوس، هما يزينوا بهذاك الليمون المصبّر، أنا ما كانش متوفر عندي. وهنايا هذاك الزيتون بعد ما قلت لكم طيبته وحده، هما تقدروا يعني ديروه مع بعضهم، بصح شغل أنا ما بغيتش يعني نبدل النكهة تاع الكبدة وكاع، عليها طيبت كل واحد وحده. وكانت هذه هي النتيجة تاع الطبق تاع اليوم، إن شاء الله تكون كما يقولوا هما طيبتها على حقه وطريقه، وإن شاء الله يكون عجبكم. يعني سيو هاد الوصفة، متأكدة غادي تعجبكم وتولوا كل خطرة تعاودوها. أنا صراحةً ماهيش أول مرة نديره، راني شحال من مرة نديره، وهاد الخطرة قلت نشاركه معكم هاكا باش تيو نتوما تاني. تهلاو لي في رواحكم ونتلاقاو إن شاء الله في فيديو جديد. سلام.